رافائيل. تشكيلة فرنسا في عودة الرافا فاران لحراسة المرمى. هوغو لوريس 5 كوندي مكان بافار. 22 هرنانديز. 4 فاران. 18 اوباميكانو. رقم 8 تشواميني. 14 رابيو. 11 ديمبلي. 10 مبابي. رقم 7 جريزمان. 9 جيرو. فرنسا في حالة الانتصار ستتأهل رسميا للدور الثاني. الدنمارك لتدارك خيبة الماتش الأول ضد تونس 0-0. كاس حسابات أخرى ومن بينها في مقام أدنى المواجهة المباشرة، لكن بدء ذي بدء التأهل يكون عبر فارق الأهداف. يمشي مبابي يرجع من دفاع الدنمارك للأهداف، وخاصة يروحوا الليلة. ترجع الكورة الشمالية في 66 على المنت كبير من الضربات للنجوم الفرنسية. على اليسار يلعب الكرة، التوزيع بدون هدف، والمنتخب الدنماركي يلعب دامسغارد. خطيرة بالراس وفرصة 25 لينشتروم. خطيرة الحارس هوغو لوريس. جاب لوريس من أحسن المباريات في البدايات في كأس العالم في 10. جريزمان الضرب على مبابي عدي اليوم ومن بعد ترجع الكرة عن طريق مخالفة لمبابي بعد تدخل قوي من أندرس. من سيضرب؟ خطيرة وصعبة وكرة ضاعت على المرمى من كرش الحوت، خرجها الدفاع الدنماركي. ترجع كرة فرنسية عن طريق الحارس لوريس، حارس سبيرز توتنهام. حب كان حذاري وكرة خطيرة الدوالي. هل تفعل الدنمارك؟ بالراس. قوي برشا المنتخب الفرنسي، قوي برشا المنتخب الفرنسي. تاريخيا فرنسا هذا اللقاء. دياكا خطيرة بالراس، هو الكرة براوت. يدخل دفاع الدنمارك. أي مباراة أي إثارة، لقاء كبار، لقاء عمالقة بحضرة الأنصار في استاد 974. فاران كان قريب من الهدف الأول. نتيجة التكوين ولكن يسانتر ديمبلي بالراس يا ولدي. اوليفيا جيرو. فرنسا ترفض خسارة ثالثة أمام الدنمارك في ظرف 5 شهور. الكبرياء حرام. حتى الرقم القياسي في الفوز في كأس العالم. تاك يهرب مبابي، خطأ ورقة حمراء. ممكن خطأ يطالبون بالحمراء. يقول له فما اثنين معاه مارشينياك، فما اثنين. وجيرو يقول له راهو الطيارة هارب، راهو الطيارة طارت، راهو مبابي لازم تبدلوا على خاطر القانون، لأنه إذا هرب مبابي يعني هدف. هل يتدخل الفار؟ من مبابي عندهم كل الأوراق. مبابي. فرنسا أقوى في الوسط، قويين برشا في الوسط، في خطة وإنذار. الإنذار على كورنيليوس في الوحيدة 66 ثم عن طريق كورنيليوس. الدنمارك اليوم أن فرنسا ما فيها ما يتقاوم، ما فيها ما يتحارب. الفرنسي يقوى بوضوح. هذه كورة ولا أروع. الانطلاق عن طريق ديمبلي. ديمبلي يعمل لوفر الكروس، يضرب الراس. رابيو.